لذلك نصيحتنا إليك أنك تهتم بموضوع نفسك أكثر مما تهتم بموضوع بناتك. هذا يصح التعبير. وأنت لازم تنوي منذ هذه الساعة أن تتوب إلى الله عز وجل من هذا الذي ابتلي به الرجال، أنه يتشبهوا بالكفار من جهة ويتشبهوا بالبنات من جهة أخرى. ويمكن ترك سمعك يوما ما قول الرسول عليه السلام: حفوا الشارب وأعفوا اللحى، يعني عفوها من الحلق والقص واتركوها كما خلقها الله. هذا الحديث لازم يكون وصل إلى شغاف قلبك، إلى سويداء قلبك، وتتبناه كشرع من هذا الشرع الذي أنت تؤمن به، وتندفع وراء العمل به. حفوا الشارب وأعفوا اللحى، قص الشارب من هون حتى تظهر الشفة، لكن اللحية اتركها كما خلقها الله عز وجل. ممكن كما حكينا آنفا شيء من تزيينها في حدود معينة، وبذلك تنجو من مشكلتين: مشكلة قائمة الآن في محلك، وهو أنك أنت تتشبه بالبنات اللي عم تسأل عن وجود عندك. مشكلة ثانية تتشبه بالكفار والفساق. الكفار معروفين، هذول يجابون مصيبة حلق اللحية، وفي بعض البلاد مثل البلاد السورية حلق اللحية والشارب، لأنه هيك الفرنسيين اللي كانوا محتلين بلاد سوريا خلاف الإنجليز. الإنجليز بيحلقوا لحاهم، بيربوا إيش شواربهم. الفرنسيين كل على نظيف تماما، مثل البنات ومثل النساء. البلاد الإسلامية ما كانت من قبل تعرف حلق اللحية إلا في صورة واحدة: إذا أرادوا أنه يبهدلوا إنسان ويمثلوا فيه بيحلقوا له لحيته. هذا الذي يشوف قديش اختلف الزمان، هذا الذي كان يعد تمثيلا في الزمن الأول أصبح اليوم تزينا. شايف شلون؟ فبارك الله فيك. فأنت منذ الآن تنوي أنك تخلص حالك من مخالفة الشرع ومن إتعابك لنفسك. كل يوم يومين بتحلق وتقف أمام المرآة، ولا بتروح عند الحلاق بس مو صاحبنا غيره. تعرف أنه حلق اللحية إلى معنى قبيح جدا. لا شك يا أبا رائد أنك أنت ما تشك، أنت مثل حكايتنا، ما تشك أن الله عز وجل كما قال خلق الإنسان في أحسن تقويم، صح؟ طيب. والإنسان كما قال في القرآن خلق الذكر والأنثى، وفاوت بين الذكر وبين الأنثى. من جملة المفاوتات الظاهرة أنه الرجل بلحية والمرأة بغير لحية. فلما المسلم يقف أمام المرآة، ومن الأدعية المأثور عن الرسول عليه السلام أنه كان يقول: اللهم كما حسنت خلقي
فحسن خلقي. اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. الرجل أبو اللحية لما يقف أمام المرآة وبيسمع ذاك الصوت القبيح يسلط على خديه، لسان حاله ما بيقول يا ربي كما حسنت خلقي فحسن خلقي، لسان حاله بيقول ما حسنت خلقي. لو أنك يا ربي حسنت خلقي لما أنبت لحيتي وجعلتني كالبنات بدون لحية. هيك لسان الحال، وأهل العلم بيقولوا لسان الحال أنطق من لسان المقال. مش ضروري بقى الرجل يجي يقول والله ربي أخطأ حيث أنا أنبت لحية. ما حدا بيقول هي كفرية صريحة، لكن إذا كان لسان الحال أنطق من لسان المقال حينئذ يجب أن يتخلص المسلم من هذه البلية القبيحة، أنه هو بدل ما يقول ربي كما حسنت خلقي فحسن خلقي، لا أنت خلقتني بلحية وهي أنا راح أرميها أرضا وأدوسها برجلي. هذا من أقبح الأشياء التي ابتلي بها المسلمون. ولذلك إن شاء الله في الجلسة التي دعوتنا إليها آنفا أنه في هناك بعض الناس آخرين أنه في عندهم أسئلة نجتمع بك وبهم، وبتكون أنت إمامهم في أنك ربيت اللحية قدامهم إن شاء الله. الله يحفظك. لا بس